في بعض الناس ربنا بيبقى كريمهم وساترهم ومهدي سرهم ودنيتهم زي الفل، بس هم اللي بيجيبوا المشاكل لإيه؟ لنفسيهم. هضرب لكم مثال يوضح. سيدنا عيسى عليه السلام واقف في مكان فمر عليه كلب، في رواية بتقول كلب ورواية بتقول خنزير، فلما اقترب منه قال اذهب بسلام، قال له مع السلامة. فأحد أصحابه من الحواريين بيقول له ده خنزير أو كلب، قال أحببت ألا أعود لساني المنطق بسوء، أنا مش عايز أتعود إن أنا أقول كلام إيه؟ كلام وحش، دي حاجة كويسة. فتلاقي واحد عايش مع مراته زي الفل، كل شوية ينكشها ويقول لها هتجوز عليكي، ومفكر إن هي كلمة بتضحك، ولكن الست بتفهمها إيه؟ إن هو بيروح يبات في حضن واحدة تانية، فيدخل الشك، وتبتدي الأمور عاملة زي كرة الإيه؟ التلج، تكبر وتكبر وتكبر، وهي كانت بدايتها بسيطة. تيجي بعض الستات تقول أنا بحب استثير غيرته، فتقوم حاطة ميك اب في وشها وخارجة من البيت وهي عارفة إن هو مستحيل. بس أنا كنت عند ماما وابن خالتي اللي هو متضايق منه كان موجود. ممكن تكون الحاجات دي مش حقيقية، بس تقول أنا عايزة أشوف هو بيحبني ولا لأ، فيدخل الشك في القلب. يبقى ربنا هديهم وسترهم وأمورهم زي الفل، بس هم اللي قاعدين بينكشوا، فيعتاد الزوجان. سيدنا عيسى كان بيقول إيه؟ أحببت ألا أعود لساني. فالتكرار بيعود الإنسان على هذا السلوك، وبدل ما يكون الإنسان العاقل الحكيم لما يلاقي مشكلة يحلها، ده هو بقى بيصنع مشكلة لنفسه. ولذلك في مقولة بعض الناس كان يظن أنها حديث وهي مش حديث، بتقول إيه بقى؟ مقولة عظيمة جدا، بيقول لك اتقوا غيظ القلوب. ما تضايقش حد، ما تزعلش حد. ليه؟ لأنه ممكن يتصرف بطريقة ما تلحقش تبرر له. زي واحد راح يفتح مطعم، فكاتب على المطعم مطعم الزوجة التانية، على أساس إن الواحد بقى يعني إيه؟ ده أكل الست التانية. فالست بتتصل بجوزها بتقول له أنت فين؟ قال لها عند الزوجة التانية. فقفلت، وأول ما رجع بيفتح الباب راحت نشاه على دماغه، صحي بعد 5 أيام في العناية المركزة. ما لحقش إيه؟ ما لحقش يبرر. عشان كده المشكلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي كان عظيما، كان مهابا، كانت ليه هيبة عالية قوي. الصحابة لما كانوا يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيهم بتبقى فين؟ في الأرض. سيدنا عثمان يقول لك وما كانوا يحدون النظر إليه، كانوش يحطوا عينيهم في عينيه أبدا. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجلسون بين يديه وكأن على رؤوسهم الإيه؟ مفيش حد بيهرش ولا بيلف يمين ولا شمال، قاعدين في سكون. فكان مهيبا صلى الله عليه وسلم، وكانت له هيبة يرتجف منها الملوك. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة إيه؟ شهر. قبل ما يعرفوا أن الرسول هيوصل بشهر يدب الرعب في قلوبهم. سيدنا خالد بن الوليد الذي لم يهزم لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبي يرتجف من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الهيبة وهذه السلطة يمشي. سيدة صفية بنت حيي جات للنبي في الاعتكاف، وبيتها ما كانش من البيوت اللي هي جنب المسجد، فراح يوصلها بالليل صلى الله عليه وسلم، مش هيسيب زوجته تمشي في الضلمة لوحدها. فاتنين من الصحابة شايفين النبي، ونساء النبي كنا إيه؟ منتقبات.
طب اللي معاه دي مين؟ محدش يعرف. فأول ما لمحوا سيدنا النبي حياء منهم عملوا إيه؟ أسرعوا شوية، مدوا بسرعة كده علشان يمشوا ويعدوا. فالرسول قال لهم إيه؟ على رسلكما، اهدى يا ابني انت وهو وقف، إنما هي زوجتي صفية. ده مين؟ ده فوق مستوى الإيه؟ الشبهات. قالوا يا رسول الله سبحان الله وإحنا هنشك فيك؟ قال ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الإيه؟ الدم. تروح تروح كده يجي لك إبليس بقى اللعين يقول لك طب هم كانوا ماشيين بالليل لوحدهم ليه؟ يجي الشيطان يلعب في عقل الإنسان. الزوج يدخل على زوجته تكون بتكلم أمها، أول ما يدخل تجي قافلة، بتثير الإيه؟ الشك والريبة. الزوج ياخد التليفون، بقت عادة بقى، ويقعد في الحمام ربع ساعة نص ساعة. ده اسمه بيت الإيه؟ الراحة، وهو واخدها بالراحة والدنيا مرتاحة وقاعد، والست بره قاعدة تفرك، ما الباب مقفول، يا ترى بيكلم مين؟ يا ترى بيخوني مع مين؟ أو يقوم متأخر في الشغل عمدا يقول لك أصل أنا مش عاوز صداع ولا وجع دماغ. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا مواطن الإيه؟ الشبهات. واللي ما عندوش مشكلة يحمد ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى في اطمئنان أكتر وهدوء أكتر وسعادة أكتر، ما نقعدش ننكش على المشاكل. فلذلك قالوا إيه بقى؟ الفتنة نائمة لعن الله إيه؟ من أيقظها. تعملش مشكلة، لأن لو أنت عملت المشكلة الموضوع كان في إيدك قرار، أعمل ولا ما أعملش، أطلق ولا ما أطلقش. طب لو عملت اللي في دماغك خرج الأمر عن السيطرة، بقيت أنت جزء من المشكلة ولست المتحكم فيها. ولما الأمور تخرج عن السيطرة نتيجتها غير معلومة. نسأل الله أن يصلح لنا بيوتنا وأن يهدي لنا أزواجنا. اللهم اهد زوجات المسلمين وأزواج المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن. اللهم اصرف عنا وعن بيوتنا أفكار السوء وأصدقاء السوء. اللهم اصرف عنا أعين الحاسدين وأنفس الحاقدين وهمزات الجن والشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا كثيرا.